صباح الخير يا جماعه. انا في البيت عند ماما، انا في البلكونه. عاملين ايه يا جماعه؟ والله وحشاني جدا، واحد بقاله كتير ما بيصورش. انا بصراحه اليوتيوب محتاج التزام يعني. يعني تصوير فيديوهات يوميا، فيديو يوميا، فيديو يوميا، فيديو، لحد ما الناس تبتدي تعرفني، لحد ما يبقى في متابعين، لحد في حاجات كتير يعني. فانا بصراحه ماما كان عندها شويه برد كده وحوارات، فانا اضطريت اقعد معاها في البيت. ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. جماعه واضح ان في دور ماشي على كبار السن كلهم الفتره دي، دور سخونيه كده، ايه مش احسن حاجه يعني. مهم يا رب يشفيهم ويعفو ويشفي كل مريض ويعفو عنهم كلهم. فالمفروض ان انا بقى إيه قلت ارجع اصور، وربنا يعيني على الالتزام، لان ده مسؤوليه بصراحه. انا مش متخيله كده، انا كنت فاكره اليوتيوب ده يعني ايه، يعني بتفتحي تشانل تمام، وقت ما بتحبي تصوري نزلي فيديو خلاص، ولا الموضوع طلع مقرف يا جماعه. مش مقرف، بس سبحان الله كل حاجه ليها شغل. في الشغل كده ببلاش يعني، حتى وانت فيديوهات بتصوريها من البيت، فانت محتاجه برضو ان انت استنى اغير لكم الفيو شويه، محتاجه ان انت تشتغلي عليها، محتاجه تشتغلي عليها، تهتمي فيديوهات كل مره، كل يوم في احداث لازم تصوريها، تشاركي الناس حياتك، تهتمي بالتصوير، تهتمي بالمونتاج، كل الكلام ده. بصوا يا جماعه القمر، دي مدرسه فتح الله جنبنا هنا في البيت. بسم الله ما شاء الله. بصوا فاكره هنا فيو عند ماما حاجه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حاجه جميله. اصبحنا واصبح الملك لله. شايفين هناك في شويه كلاب، انا كنت براقبهم في الاكونت بتاعي القديم، القناه بتاعتي القديمه يعني. كانوا صغننين قوي، ومامتهم كانت تقعد ترضعهم وبتاع. دلوقتي ما شاء الله كبروا وبقوا بيطاردوا الناس. هنصحي لولو دلوقتي تفطر، عملت لها لانش بوكس رمان وتفاح. يلا شويه سبهلله كده، ويلا بينا نبدا يومنا. مين القمر اللي صحي من النوم؟ مين يا لوعي؟ انت بتصوريها منكوشه ليه؟ عشان هي قمر وهي منكوشه، وهي منكوشه قمر، مفيش فايده. قمر كده كده قمر، كده كده قمر. صح يا لولو؟ انت بتعملي ايه؟ انت هجمتي على الشوكولاته لما صحيتي من النوم يا بنت، يا بنت، يا بنت، يا بنت. او يا جماعه مولي تقوم بقى. مولي تقوم بقى وتسيب اللي هي عاملاه ده، نغسلها بقى وشها واسنانها وناكل فواكه وناخد الادويه بتاعتنا ونستعد. شاركونا اليوم بقى. مين البنت الحلوه دي اللي سرحت دي؟ ورينا شعور يا ولد، يا روحي تكوتي كوتي كوتي كوتي. ايه الحلاوه دي يا كوتي؟ ايه رايكم في الضفاير يا جماعه؟ ايه رايكم في الضفاير؟ وريني شعرك طويل لحد فين؟ لحد كده، لحد انت شعرك طويل يا لولي وجميله. بص الحلاوه، بص النظافه، بص التعامل. تيتو انت تعامل يا ماما، انت الله انت تعامل، انت تعامل يا دي. حد عنده ضحكه حلوه زي دي؟ مولي هتروح فين؟ المدرسة. تروحي المدرسة يا لولو، يا لولو. شوية أسئلة على الطاير كده. مولي احنا بننام على ايه؟ على شاطرة يا مولي، يا تورة يا دودو. يلا نديلكوا كمان شوية. ادي اللانش بوكس بتاع مولي. هتقولوا لي يا لهوي فين السندوتشات، فين المكرونه بالبشاميل، فين الفراخ البانيه؟ يا جماعه انا بنتي رشيقه، وغير ان هي عندها تقلبات كل شويه في الاكل، كل شويه بقى ايه يعني، مره هفعل على اكل مش عارفه ايه تاكل. طبعا بعيد عن الغدا، انا برفض تماما يبقى في غدا في اللانش بوكس.
هو صحيح اسمه لانش بوكس، يعني بوكس غدا بس انا مش بحب كده. انا بحب الطفل يفطر فطار زي البني ادمين عادي، ويقعد جعان عشان يجي البيت زي زي القمر، يجي يتغدى الاكل السخن المعمول طازه، يتغدى مع مامته مع اهله ابوه اخواته، يتغدوا مع بعض. او حتى لو كل دول مش هيتغدوا مع بعض، بس طفل يجي يتغسل له ايده ويلبس هدوم البيت والدنيا تبقى نظيفه معاه، وياكل اكل فريش متسخن، ويبقى كده تمام. لكن ان انا اخدها الحضانه ولا المدرسه، احط لها مكرونه واحط لها بانيه واحط لها اشي ما اعرفش مين، طب ده غداها، ومفروض ان ده فطار بس هيبقى غدا، يبقى انا غديتها في المدرسه وتيجي البيت طبعا هتبقى شبعانه، فانا كده ضربت وجبه الغدا بتاعتي. تمام. اما هيجي بالليل هعشيها ايه؟ انا هيبقى في حاجه غلط. انا مش حابه كده بصراحه. انا من مدرسه ان الطفل يروح بحاجات خفيفه. هو طبعا هيبقى المفروض في سندوتشات، بس هي موني ما بتاكلش سندوتشات اصلا خالص، ملهاش في العيش. ف حاجه كده خفيفه، هي مش هتقدر تاكل تفاحه، ان هي الفتره دي مع الادويه كل شويه بتغير، يعني كل فتره ليها اكل معين هي بتحبه وبتغيره. هي الفتره دي ممكن نفسها رايحه على الفاكهه شويه، فدي يا جماعه نص تفاحه، دي نص تفاحه وده رمان، ونقول يا رب تاكل الاتنين دول. انا بقول يا رب ترجع بالحاجات دي فاضيه. لو ما اكلتش مفيش مشكله، هي لما بتيجي البيت بتتغدى. تمام. ادي اهو، بس مش عايزه ايدي ايه تطلع، انتوا عارفين. سوري يا جماعه. نحط كده العلبه دي على دي كده اهو، نقفل كده نقفل كده، ويلا بينا على الشنطه. ركبت له شغلانه سودة دي، الواحد يعمل كل حاجه بايده عادي يا جماعه والله. ما علينا، ليتس جو. يلا يا مولي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وجايه لكم بهذه الكارثه الفظيعه. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، انتوا عارفين ان انا بطبخ بالفيروكس، مش عارفه قلت المعلومه دي قبل كده ولا ما قلتهاش، بس عشان بنتي ممنوعه ان هي تاكل في حلال ألمونيوم، او في تيفال او اي حله، اي حله يا جماعه، اي حله. وعلى فكره الكلام ده مش لبنتي، ده لكل الناس، كبار صغيرين كله ممنوع منعا باتا. الحاجات دي غير صحيه نهائي بالمره، كلها بتجيب امراض اعوذ بالله منها. تمام. فالمفروض ان احنا بدأنا ناكل في البايركس، لان بنتي عملت تحليل، هي عندها تأخر طبعا ربنا يشفيها. عملت لها تحليل واتضح ان هي عندها حاجه اسمها معادن ثقيله اللي في الجسم. معادن الثقيله دي نسبتها عاليه جدا، ف من ضمنهم الرصاص ده جاي من الاواني المعدن. فالدكتور قال لنا خلاص هناكل كل حاجه بايركس او في فخار. المهم يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، يا جماعه انا كسرالي بتاع 5 بايركس ولا حاجه. الحمد لله الحمد لله. ف لسه عبال بقى ما نفهم ايه الفروقات بين البايركس اللي اتحط في الفرن، اللي اتحط من فوق، الكلام ده كله هناخد ايه وقت كده. وكمان ابقى محترفه ان انا اطبخ في البايركس، لان يا جماعه والله ما اشق الطبخ في البايركس. هو في الاول في حاجات بتبقى جميله ولذيذه، بس لما انت تبتدي بقى الواحد يطلع بقى المواهب بقى، انه يبتدي يعمل اكل بحقه حقيقي. يعني انا كنت جبت مره مكرونه وسلقت في البايركس، تمام مفيش مشكله. مش عارفه عملت صلصه، تمام مفيش مشكله فيه. بس انت الواحد بقى بيبتدي يدخل في ان هو يتقل بقى في انه يعمل حركات واكل طبيخ بقى، فاهمين انتوا؟ عارفين الدقه اللي هي سوري، اللي هي الطشه بتاعت الملوخيه مثلا، اللي هي توم وتسيبه على النار شويه بشويه كزبره بحته زيت، عارفين بقى كان المفروض بقى تنزل عليها بنقطه خل او معلقه خل، عشان ايه؟ يبتدي يعمل بقى الريحه اياها دي. انتوا فاهمين الحركه دي ما تقدرش تعملها في البايركس، ما ينفعش الكلام ده يتعمل في البايركس. لما البايركس ما ينفعش يدخل له حرارتين مخالفين،
يعني انا جيت مره كنت حاطه البايركس وحطيت حطيت البصله شوحتها شويه على النار بشويه زيت، وجيت حطيت عليه صلصه من الفريزر منتهى الغباوه. يا جماعه انا ما كنتش مركزه بجد، انا لما بدخل مطبخ انا لسه بالذاكره بتاعت ان الاواني عاديه، مش مركزه قوي ان ده بايركس. فحطيت الصلصه المتلجه على التوم والكلام ده، لقيت بوم على طول، بوم ما بيهزرش لقيته اتفشفش زي ما انتوا شايفين كده 100 فشفوشه. طيب المهم هنقعد بقى شويه. انا عارفه، انا افتكرت والله ان انا اجتزت المرحله دي، بس واضح ان في اطباق بايركس تنفع ان هي تبقى على النار مباشره يعني، وفي حاجات ما ينفعش غير انها تبقى في الفرن بس. واللي انا دغدغته ده هو على النار مباشره. سوري، اللي هو المفروض يبقى فرن بس. فهناخد وقت كده وربنا يسهل. جايه احكي لكم قصه بنوته اسمها ليزا، عندها 17 سنه، اختفت في الغابه يا جماعه، اختفت. كانت طالعه تقريبا كامبينج، وهي واصحابها او كده، فدخلوا في الغابه. ونرجع لقصه البنت اللي اسمها ليزا. انا مش عارفه ده بيسجل ولا ايه نظامه. نرجع لقصه البنت اللي اسمها ليزا. تمام. عندها 17 سنه، اختفت في الغابه. كانت تقريبا طالعه مخيم مع صحابها وكده فاختفت. بصوا يا جماعه، هي قعدت في الغابه حوالي 28 يوم. تمام. طبعا مش زي ما احنا بنشوف في الافلام، يعني الافلام الاجنبيه دي قعدت من هي صغيره ولقوها وهي كبيره وبقت شبه اطفال الغابه دول، ولا الانسان البدائي، ولقوها لابسه مش. لا، هي 28 يوم بس. 28 يوم يعني اتدشملت فيهم بمعنى صح، اتبهدلت حرفيا. لا، اولا بعد ما لقوها بعد 28 يوم طبعا الهدوم مقطعه، عليها لدغات الحشرات بتاعت الغابات دي، بتقعد تقرص حاجات بقى. الناموسه تلاقيها ناموسه ايه قد الجاموسه كده، محترمه. والحاجات اللي بتبقى في الزرع كل متقرصه ومتخرشمه، وقاعده طبعا من غير ميه ومن غير اكل، من غير لبس كويس، من غير لبس اصلا. كانت بتشرب ميه من المستنقعات. انتوا عارفين يا جماعه الجزر دي ما بتبقاش في النيل، تمام، دي حاجات في البحر، فبتشرب ميه من المستنقعات. يعني كانت حالتها سيئة سيئة سيئة، لكن كانت هي يعني بقت ناجية بفضل ربنا. هي خلاص قدرت ان هي لقوها الحمد لله، ولقوها على قيد الحياة. بس قالوا ان هي خست 22 كيلو حرفيا. يعني بصوا يا جماعة، في 28 يوم خست 22 كيلو. يعني كل يوم كانت بتخس كيلو الا. متخيلين. انا اتخيل ده جدا طبعا، لان يا جماعه هي الموضوع مش موضوع اكل بس، موضوع هي نفسيا حاسه بايه، موضوع هي مش لاقيه ميه حتى تشربها. حوار الميه ده صعب. ولو اني لو قلنا ان هي انها خست، وحتى لو بنسبه كبيره، وان هي عاشت 28 يوم منعزله عن، بصوا بقى ركزوا معايا، عن الاكل الصناعي، ان التكنولوجيا اللي احنا فيها، الكهرباء اللي في كل مكان، والاضواء والشاشات وده. هي حرفيا اتولدت من جديد. هي حرفيا لو كان في ايه بالذي فيها مرض، هي 100% خفت منه، لان الامراض والقرف كل ده جايلنا من التلوث. الصيام يا جماعه، الصيام كفيل انه بيقضي على كل انواع الطفيليات والبكتيريا الضاره وكل حاجه سيئه في الجسم. خلايا الخلايا اللي بيقولوا عليها الخلايا الحره دي، لا كل حاجه سيئه في الجسم البتاع ده بيقضي عليها. وهنا طبعا يا جماعه قصه خلصت، بس انا كنت بوريكم اللي انا كنت عاملاه. عملت ايه يا مريم؟ تعالوا اقول لكم عملت ايه. انا جبت البايركس زي الشطره، وعبيته ميه وشويه ملح شويه كمون، ورحت مسقسقه ايه زي ما انتم شايفين القرنبيط، وقلت اقطعه حبه نونو وبتاع، وقلت هسلقه، وبعد كده اعمله بالفيجيتار والبقدونس وخلطه الثوم خضره وكده. وقلت بقى ايه
هحمره هنا بعد ما جبت واديه لبنتي الاموره دي. الثوم مع الفلفل الحراق تاكلوا ايه زي مين دي الدقه اللي انا كنت احطها مع البيض، شويه توم، شويه كزبره، خضره، شويه شطه حمراء، قلت هحطهم كده وهحمره لبنتي تاكله زي ايه، زي الناجتس والحاجات دي. يا جماعه طعمه جبار الحاجات دي، يعني الخلطه دي والبتاع ده طعمه جبار مش ممكن. المهم يا جماعه الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا مدغدغ مدغدغ مدغدغ، يلا الحمد لله. ده بقى باذن الله نبتدي بقى نوضب ويلا بينا. انا جايه عندكم عشان اوريكم الشوكولاتات العسل دي اخويا جابها لي من سويسرا، مش ليا يعني، ليا وللبيت. دي بالكريسبي، دي شوكولاته باللبن، ودي دي وايت شوكليت، ودي بندق وزبيب، بندق بس، دارك شوكليت. يا جماعه ايه رايكم يا جماعه؟ جاب لي حاجات تانية حلوه. انا بصراحه مستعجله انزل فيديو، بس مش عارفه هلحق اصور بقيه الحاجات اللي هو جابها ولا لا. بس بالهنا والشفا، وشوكولاتات لذيذه يا جماعه، حاجه عسل والله، تسلم ايديه.